السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا عملت النهاردة غدا عظمة، يعني بمعنى عظمة بصراحة ربنا. انا ما كنتش متخيلة ان هيطلع بالجمال ده والحلاوة دي. ده كان تحدي بيني وبين اولادي، قالوا لي مش هتعرفي تعمليها، وانا لاول مره بصراحه ربنا اعملها. قالوا لي مش هتعرفي تعمليها، قلت لهم هعملها. يقولوا لي مش هتعرفي تعمليها، قلت لهم ان شاء الله باذن واحد احد هعرف اعملها، وهعملها احسن ما انا متخيله كمان. والحمد لله والفضل ربنا وقف جنبي وعملتها. انا ما كنتش متخيله ان انا اللي عاملاها، لان انا لاول مره اعمل الوصفه دي بصراحه، وطلعت ملهاش حل. ما كنتش باكلها غير من ايد امي الله يرحمها، او اختي الكبيره اللي هي امي دلوقتي. امي ماتت وامي موجوده، باكلها يا من ايد دي يا من ايد دي. بس الحمد لله والفضل ربنا عرفت اعملها واتحديتهم وكسبت التحدي. دلوقتي انا جبت كيلو بصل وفرمته ونزلت بيه ايه على نص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت عليها كيلو من البصل. ودلوقتي البصل لما احمر زي ما انتم شايفينه كده، خد اللون الاصفر الذهبي ده، سبته يبرد. لازم يبرد يبرد خالص. حطيته على جنب يبرد، ودخلت ايه على الوصفه التانيه. جبت معلقتين من الزيت ونزلت بمعلقه سمنه، ودي راس من التوم، يعني معلقه توم مفروم. معلقه توم مفروم. لو وصلت معايا لحد هنا قولي لي انت بتتابعيني منين. دلوقتي نزلت دي بطاطس مهروسه، بطاطس سلقتها وقشرتها وهرستها. هعمل بطاطس مهروسه بالثوم، جميله وتحفه وموفره وملهاش حل. دلوقتي بهرسها معاكم زي ما انتم شايفين كده. بس جربوا وصفه البطاطس دي، والله والله تحفه. لو ما عندكيش حد عفوا لو ما عندكيش حد بياكل البطاطس المهروسه هياكلها بصراحة. دلوقتي نزلت ايه بربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة كمون ونص معلقة ملح، بس فقط لا غير. ودلوقتي ايه اديها تقليبة محترمة تشرب من التوابل، يشربوا من بعض كده البطاطس والتومة وكله يشرب من بعضه. وهروح ايه مفضيها في طبق واركنها على جنب كده. الوصفة الاولانية ايه كده دي خلصت الحمد لله، على ما البصل يبرد، لان لازم البصل يبرد. دلوقتي ايه ده توم. خش على الوصفة التانية. ده توم، يعني ايه حوالي 5 فصوص من التوم، عليهم قرن فلفل احمر وقرن شطة، و3 معالق من الملح، ونص معلقة من التوم. ماشي. وبدقهم في الهون زي ما انتم شايفين كده. بصراحة ربنا ما فيش احلى من الدقة اللي بتندق في الهون بصراحة. حاجة تانية بتبقى طعم تاني لها نكهة تانية بصراحة. ده بتنجان بتنجان بحشيه على البارد، ما استواش لسه. هتشوفوا هعمله ازاي. جربوه بس بالطريقة دي، طعم مميز، طعم احلى، مش شارب زيت، ما فيهوش اصلا ريحة الزيت اساسا. عملته بمعلقة من الزيت واحدة، معلقة من الزيت واحدة بس. هتعمليه بمعلقة واحدة من الزيت. ورحت ايه مدخلاه الفرن. معلش انا اسفة دي ما جاتش معايا، وانا بحط معلقة الزيت ما جاتش معايا، ورحت حطاه في الفرن. ودولت صينيتين. جبت صينية حطيت فيها 4 معالق زيت والتانية 4 معالق زيت، وهدخلها الفرن. لازم يسخن قوي، لازم يسخن قوي. تحط الحاجة كده تطش فيه. وده ايه البيض. ادي اول بيضة. دولت 6 حبايات من البيض على فكرة. الكمية دي هعمل عليها 6 حبايات من البيض. في ناس تقولك 10، في ناس تقولك 15. بس على فكرة مش بكتر البيض، حسب اللي موجود عندك. ممكن تعمليه ببطين 2 حبايتين من البيض وتعمليها، تعملي الوصفة دي. دي الوصفة التالتة. انا كده عملت وصفتين، وصفة البطاطس ووصفة البتنجان، ودخلنا على الوصفة التالتة. معلش انا اسفة ما جاتش معايا حتة ايه وانا بضرب البيض بالشوكة، وانا بنزل بالخضرة والفلفل الاخضر. انا نزلت دلوقتي دي خضرة مشكلة، بقدونس وكزبرة وشبت وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، يعني اللي هو الحامي. مش عايزة فلفل خالص استغنى عنه، عايزة فلفل بارد ماشي. ورحت ضربة المكونات كلها ببعضها، ونزلت بكيلو البصل وضربت كله ببعضه. ودلوقتي نزلت ايه يعني بنص معلقة بيكنج صودا، نص معلقة بيكنج صودا.
اللي هو الكربوناتو، ومعلقه بحالها بيكنج باودر، ونزلت بالكمون والفلفل الاسود، ونزلت بالملح او الملح او معلقه من الملح، وهضرب كله ببعضه. التوابل تشرب من البيض، والبيض يشرب من التوابل والبصل. دلوقتي اللي وصل معايا لحد هنا يقول لي انا بعمل ايه؟ انا بعمل عجه. عجه بس هعملها ايه؟ بشكلين، يعني بنوعين. هعمل نوع بالبطاطس المهروسه عجه، وعجه بالدقيق زي ما احنا متعودين. دلوقتي ايه؟ انا المكونات بفضي شويه في البوله، وشويه هخليهم زي ما هما في الطبق ده. كوبايه من الدقيق بالمج العادي اللي موجود في اي بيت، وهتروحي مقلباها كويس. لازم كله يشرب من بعضه، يبقى ايه؟ عجينه واحده. ممكن لو عندك دقيق ذره تعملها بدقيق الذره، برضو بتبقى تحفه. بدقيق الذره بتبقى ملهاش حل. بس بصراحه ربنا انا ما كنتش متخيله ان هي هتطلع بالجمال ده. والله والله ما كنت متخيله ان هي هتطلع بالجمال ده. بقول لكم ما فيش حاجه استنت. انا اصحاب بنتي جم وكلوا منها ما بقوش مصدقين، بيقولوا ايه الجمال ده؟ بيحسبوها لحمه مفرومه. شفتوا؟ بيحسبوها لحمه مفرومه. لا لحمه ولا فراخ ولا كبده ولا الكلام ده كله. دلوقتي ادي ايه؟ نص الكميه. نزلت بنص كميه البطاطس. نص كميه البطاطس عملتها مهروسه بالثوم، وعملت من البطاطس برضو عجه زي ما انتوا شايفين كده. وانت بتقلبي تهرسي، وانت بتقلبي تهرسي البطاطس عشان ايه؟ تبقى البطاطس ناعمه معاكي كده جميله. دلوقتي انا شلت المعلقه وجبت الشوكه. الشوكه بتهرس احسن بصراحه. او زي ما انتوا شايفين كده واحده واحده معاكم. والله والله لو عملتوا فعلا طريقة الغدا دي تحفة. انت ممكن تعملي العجة بس وتقضي يومك بيها. ممكن بطاطس مهروسة وبتنجان وتقضي يومك بيها. على فكرة مش شرط ان انت تعملي يعني اللي هم الوصفات دي كلها مع بعضها. انا عملتها بس عشان اوريكم. انت ممكن تعملي حاجتين منها، ممكن تعملي حاجة واحدة وتقضي يومك. بصراحة ربنا تحفة. لا تقولي لي لحمة ولا سمك ولا فراخ ولا كبدة ولا الكلام ده كله. هي احلى من ده كله. والله والله طعم وريحه ما اقولكمش جميله. انا من حلاوتها وجمالها ولادي خلوني عملتها تاني يوم. شفتوا وصلت لحد فين؟ من حلاوتها وجمالها عملتها تاني يوم. دلوقتي انا نزلت باللي هي العجه بتاعت البطاطس، ودلوقتي هنزل بالعجه اللي هي بالدقيق اهي ديت. ممكن تحط بدل الدقيق ده تحط دقيق ذره، بتبقى تحفه وجميله بالدقيق الذره. وانا مسيري في مره ان شاء الله اجيب دقيق ذره هعملها معاكم بالدقيق الذره جميله. بس لازم الزيت يسخن كويس عشان ما تلزقش في الصينيه. لازم تسخني الزيت كويس، يعني كويس قوي عشان ما تلزقش ايه في الصينيه. او زي ما انتم شايفين كده سويتها بالمعلقه، وهروح ايه حطها في الفرن بقى مع نفسها. والبتنجان جوه اهو، لا تفكروا ان انا قليته على البوتاجاز. ما شاء الله تبارك الله. دلوقتي هعمل معاكم ايه؟ طماطم مخلله. يعني انت ممكن ايه تعملي ايه؟ عجه مثلا مع طماطم مخلله وتقضي يومك. ممكن تعملي بطاطس وبتنجان، بطاطس مهروسه وبتنجان وتقضي يومك. ممكن مثلا طماطم مخلله مثلا مع البطاطس المهروسه. انت بقى تنوعي في اكلك وتشكلي. يعني مش شرط ان انت تعملي ايه الاكل ده كله في يوم. وممكن بقى لو عندك بقى زي حالاتي كده حد بيحب ده وحد بيحب ده، هتضطر تعملي ده وده. بس للأسف الحمد لله والفضل لربنا طلعوا يعني بيحبوا كل حاجة. واللي أنا عملته كله كلوا منه بصراحة. كل حاجة كلوا منها، لأن كل حاجة كل وصفة طلعت في منتهى الجمال. بقول لكم وصفات في منتهى الجمال تحفة. الطعم والريحة يوديكم في حتة تانية. ما شاء الله تبارك الله. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتكبروا بخاطري في الكومنتات. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري كده في الكومنتات الجميلة بتاعتكم. اي حد يكبر بخاطر اي حد ربنا يكبر بخاطره يا رب. عشان ما في احلى ولا اجمل من جبر الخاطر. جبر الخاطر ده حاجة تانية. ممكن البني ادم لو متضايق ولا مخنوق كلمة حلوة تتقال ولا تنكتب له في كومنت تفرح قلبه. شوفوا بقى تبقوا انتوا عملتوا فيه ايه، فرحتوا قلبه. بصوا شوفوا انتوا غيرتوا من حياته، خليتوه بني ادم تاني. يا بختك عند ربنا اللي تكبر بالخاطر. شايفين بقى البتنجان؟ البتنجان زبدة.
زبده ولا البطاطس تحفه. دي العجه اللي بالبطاطس ودي العجه اللي بالدقيق. وادي الطماطم المخلله، شايفين الجمال والحلاوه؟ الطماطم عامله ازاي؟ تحفه. طعمها حاجه تانية، ما فضلش ولا حته ولا حته عجه لا من دي ولا من دي. جميله في منتهى الجمال والحلاوه والشياكه بصراحه ربنا. شايفين انا مقطعاها عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ دي بتاعه البطاطس، ديت بقى بتاعه الدقيق اهي. شايفين الجمال والحلاوه ولا لونها ولا طعمها؟ طعمها زي شكلها. اه والله العظيم جميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.